السلام عليكم متابعين ديالي، مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم بغيت نشارك معكم الراي بطريقه منزليه الصنع اللي كيجي بحال ديال المحلات. نلومتو عليكم بزاف اللي مازال ما اشتركش في القناه، اشتركوا في القناه وتحطوا لي لايك ديالكم. يلا ندوزو للمقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنا 2 لتر تاع الحليب، 2 تاع دانون فاني، عندي 6 تاع المعالق ديال السكر. اللي ما كياكلش السكر ما يديروش، ما يحتاجوش يديروه. عندي هاد لي بواط هادو راهم كيتباعوا باش ديروا فيهم هكا الرايب وتسديو كيبقى هكا في الثلاجه. انا غادي ندير هنايا نص لتر التالي غادي نخليه حتى نديرو مع دانون. غادي نرد هادشي يفيض حتى يفيض ونتلاقاو. ها هو انا فيضتو حتى طلعت الغليه ديالو، فاض مزيان. غادي نزيد عليه السكر، غادي نخليه يبرد. هاد الفراره غادي نحيدها، غادي نخليه يبرد حتى ديروا صبعكم هكا وتلقاوه دافي. هنا درك غادي ندير هاد نص لتر تاع الحليب. ما تكبوش عليه هاد الخليط هو سخون حتى يبرد باش ما يتقطعش. غادي ندي هذا نطحنو نخلطيه ونجي. ها هو برد، من يدفى ديروا هكا صبعكم وشوفوا الا شفتوه دافي صافي خويو عليه الخليط، الا شفتوه باقي سخون خليوه حتى يدفى. هذاك الشيء اللي طحنتو ما نخلطوه هنا. خلطو مزيان باش يندمج. نبقى نعمر في الكويسه. هادو كيجيو حسن من دوك الكيسان. ها هو كبيتو كامل، دار لي 10 تاع الطاسات. هما هادو باش زينين من هكا فيهم البلان تاعهم وكلشي كدير كتحطهم حتى كيجمدوا. هانتوما انا بلاتهم، غادي نخليهم هكا، نحط عليهم شي حاجه ونخليهم هكا بلاتي حتى يجمدوا. حتى كي تشوفوهم صافي يجمدوا عاد ديرهم في الثلاجه. هانتوما ها الرايب ديالنا وجد، دونك غادي نديرها في الثلاجه. ما ديروش في الثلاجه حتى كتشوفوه هكا جامد.